هاي يا جماعة، بيبتدي مسلسلنا مع المليونير يو الرئيس التنفيذي لشركة لوهاي، وكان مستني عشيقته لين الخرساء اللي اتأخرت عليه، ولما شافها قال لها هتقلعي انتي ولا قلعك انا؟ بس هي كانت عايزة تشرح له الأول سبب تأخيرها عشان ما يزعلش منها. انتي اتأخرتي وانا ما عنديش وقت اضيعه واسمعك وانتي خرسة اصلا، وتهجم عليها عشان يعاقبها على تأخيرها ده. انتي فاكرة نفسك مين عشان تتأخري عليا؟ ما تبصيليش كده، هفتكر انك بتحبيني. وهي ما كانتش قادرة تدافع عن نفسها، ما عندهاش صوت، وفعلا بتحبه. وبنرجع سنتين لورا، وقت اول لقاء بينهم كانت شغاله ويتر في حانه عشان تجيب فلوس علاج امها، ودخلت اوضه كبار الشخصيات اللي هو كان فيها وقدمت له طلبه، لكنه تهجم عليها وما كانتش قادره تدافع عن نفسها. وبنعرف ان السبب في كل ده كان واحد من منافسين حط له مخدر منشط عشان يغلط مع واحده ويعمل له فضيحه، وهو كان فاكره هي اللي حطته له عشان يغلط معاها ويتحمل مسؤوليتها لانه غني ومليونير. وهنا بدأ سوء التفاهم ويتهجم عليها وخدع عذريتها، ومن وقتها وبقى فيه بينهم عقد ان هي تكون عشيقته بالاجبار وهو المالك الوحيد لجسمها. وفجأة تليفونها رن فخده منها وهي توترت، ما كانتش عايزاه يعرف حاجه عن المكالمه دي، فقال لها انتي مخبيه ايه ورا القلق ده كله؟ وفتح المكالمه وكانت مرات ابوها بتقول لها ان عندها مقابله جواز النهارده وما ينفعش تتاخر عليها. فغضب وتعصب، ازاي تتجوزي واحد وانتي مع واحد تاني؟ ده انتي جريئه قوي. واتضايق منها فوقفته، وكانت بتكلمه بلغه الاشاره، لو انت مش موافق وقلت لي لا مش هروح ومش هتجوز، انا بحبك انت. فكرامته وجعته، هو مش استبن، واضح انك فهمتي غلط، احنا الاتنين بينا عقد سرير بس مش اكتر، ما ينفعش تتجوزي حدودك معايا. علاقتنا بدأت بصفقه وهي انك تكوني عشيقتي وتاخدي فلوس مقابل ده، لكن ما ينفعش يحصل حاجة أكتر من كده. فكانت مقهورة وقلبها وجعها من الذل ده. عقدنا انتهى لحد هنا وهروح أدور على واحدة تانية تمثل نفس الدور. فوقفته، عايزاه يسمع قلبها بس هو ما كانش حاسس. لا أنا مش عايزة أشارك عشيتي مع راجل تاني، بقرف. وافتكرها مش عايزة تسيبه عشان الفلوس، فطلع لها الفيزا وقال لها دي فيها 2 مليون تمن خدماتك، خديها انت وعريسك ومش عايزة أشوف وشك تاني. وسابها ومشي. والمساعد جين قال له إن أبوه عايزه يروح البيت القديم النهاردة عشان يبقى موجود في جوازة لو ابن أخوه الكبير، وإنه كمان هيتجوز من عيلة معروفة، عيلة لينمن. فافتكر ان هو كان سامع عن العيلة دي وقال له دي عيلة صغيرة وطمعانين في مناصبنا وعايزين القرب مننا عشان الفلوس والسلطة بس مش اكتر، بس مش عارف ازاي يقبلوا بيه وهو مستهتر وزير نساء وبيشرب، بس دي خطوة كويسة عشان يأسس أسرة ويتغير. وفي الوقت ده كانت وصلت لمرات ابوها وبنتها اللي اتعصبوا عليها عشان اتأخرت وهزقوها كالعادة، وهي ما كانتش عارفة تدافع عن نفسها. وكانوا بيستغلوا النقطة دي وهم اللي أجبروها على الجوازة واستغلوها للوصول لأهدافهم ومصالحهم، عشان مرات أبوها مش عايزة تبيع بنتها لواحد زير نساء فباعتها هي، ومفيش قدامها حل غير الموافقة والطاعة، لأن هم طول الوقت بيهددوها يقطعوا الأكسجين عن أمها اللي في غيبوبة بقالها 10 سنين ولسه ما صحيتش. وكانت بتقاومهم وعرفتهم إن الجواز مش لعبة وإن هي مش موافقة، وكان ردهم قاسي وضربوها والفيزا وقعت، وعرفوا إن هي في علاقة مع شخص غني وفضلوا يعايروها وإن هي مش عذراء، فعرفتهم إن هي موافقة على العريس عشان يسكتوا ويكملوا علاج أمها، فزلوها إن هي شخص أبكم وعاجز ومش من حقها أصلا الاعتراض. وبنعرف إن لين تبقى الأخت الغير شرعية لشان، لأن أمها الخادمة كانت العشيقة، وبسبب كده كانت بتتعامل دايما بقسوة وذل وما بتقدرش تدافع عن نفسها. وهنعرف ازاي فقدت صوتها قدام، ودخلوا وسابوها وراحت ترتب نفسها بعد البهدله دي، واتفاجئت بحد فتح شباك العربيه. شكلك زي القمر، بتبصي على ايه؟ اعرفك بنفسي، انا عريسك لو شياو. ونزل واتمشى معاها شويه وحكى لها عن عيلته وانه لازم يتجوز عشان يكون راجل وليه حق الكلام في العيله، لان عمه الصغير هو المسيطر الوحيد وليه القرار الاول والاخير، وانه حازم في قراراته وطول الوقت شغال وقاسي عليهم، وان هو عمره ما شاف معاها بنت لدرجه ان هو شك ساعات ان هو ملوش في الستات. تفتكروا عمو ده يبقى مين؟ ايوه هو اللي معمول له 1000 حساب. يو حبيبي وقرة عيني. اللي اتفاجئ لما شافها مع لو وهي كانت مصدومة، ولو كان متابع اللي حصل ده. والجد عرف ان السيدة تشين كانت هتجوز بنتها شان للو من الاول، بس قررت تجوزه لين لان هي مش عايزة تضحي ببنتها الحقيقية لواحد سكري زير النساء. وكان معترض على الجوازة دي بسبب ان عيلة لين من عايزين فلوس ومنصب وخلاص، وان حفيده مش بيحبها وهو هيجيب له بنت من عيلة تانية احسن منها. فلو قال لهم لا انا عايزه اتجوزها، انا حبيتها من اول ما شفتها. وهنا يو نطق، انا معترض على الجوازه والبنت دي مش مناسبه لعيلتنا، انا عارفها من بدري، كان في بينا حاجات كتير تبع الشغل، هي كمان خرصة ومش بتتكلم. بس لو كان متمسك بيها عندي فيه، لأنه تأكد من رفضه ده إن كان في حاجة بينهم، وهي كانت مقهورة من إهانته ليها. وبعديها الوقت اتأخر وعيلتهم استضافت عيلتها عشان بالمرة لين تتعرف على البيت اللي هتعيش فيه. وبالليل لما كانت في الحمام دخل عليها وكان غضبان، هو انت خلاص عايزة تتجوزي وحبتيه؟
انت مالكش حق تسأل، احنا خلاص قطعنا علاقتنا ببعض وطردتني. انا بسأل عشان انا عمه، وبعدين انا مش قلتلك مش عايزة اشوف وشك تاني؟ ايه اللي حصل ده؟ ازاي تكوني في سريري والنهارده هتبقي في سرير ابن اخويا؟ لو عايزه فلوس قوليلي بدل ما ترخصي نفسك اكتر من كده وتلفي على العيله كلها. وهي ما كانتش عارفه تدافع عن نفسها، مش مديها فرصه بسبب غيرته ان هي راحت منه وهتبقى ملك لحد تاني. حصل بينكم حاجه؟ خدك على سريره ولا لسه؟ وكانت واقفه ضعيفه قدام اتهاماته ومش قادره تدافع عن نفسها قصاده، فتهور عليها لحد ما دخلت عليهم شان، فوقف قصادها وخباها في حضنه عشان ما تشوفهاش وطردها بعد ما هزقها. وهي كانت مقهورة، ما هي عايزة تلف عليه وتتجوزه ويبقى خدت كبير العيلة، وزعلت لأن هو طلع مع واحدة وما تعرفش إن هي لين. وبعديها لين زقته وضربته وبقه اتعور وكان مصدوم، دي أول مرة تعملها، وسابته وجريت لحد ما لقت خطيبها في وشها واداها مشروب عشان يحتفلوا بقصتهم اللي هتبتدي، فوافقت. وكان حاطط لها مخدر منشط عشان يتعدى عليها الليلة وتبقى ملكه، ففقدت السيطرة وحاولت تتمالك نفسها وهو سندها، وكان عايز ياخدها على اوضته. فيو شافه وتدارك اللي حصل. انت واخدها فين؟ اوضه الضيوف مش من هنا. اوضه الضيوف ايه؟ دي خطيبتي عادي. لا لسه ما بقتش خطيبتك رسمي، وسيبها وانا هنادي الشغاله تاخدها على الاوضه بتاعتها. فاضطر يسيبها له ومشي وخدها على اوضته هو، وكان عايز يكمل كلامهم اللي ما كملهوش في الحمام، وما كانش مستحمل حد يلمسها غيره. بس هي كانت تعبانه ومش مركزه ولا قادره تتكلم، فخدها على السرير وكانت بتحاول تمنعه. ليه مش عايزاني؟ ما انت ياما ساعدتيني عشان اتخلص من المنشط ده، جي دوري دلوقتي عشان اساعدك مره. وهو اصلا كان محتاج حبها بس بيكابر عشان كرامته. تاني يوم صحيت مخضوضة وخايفة منه. ما تخافيش، جددي عادك معايا وارجعي لي وانا هعملك كل اللي انت عايزاه. وفي الوقت ده مرات ابوها وبنتها كانوا بيشكروا له على استضافتهم، وسالهم على لين، فقالوا له ان هم ما شافوهاش. وسالوا الخادمه عشان المفروض ان هي اللي وصلتها اوضه الضيوف امبارح، فقالت له ان هي ما شافتهاش من امبارح، فشك في عمه وكده اخيرا هيقدر يمسك عليه حاجه. وهو كان بيلبس هدومه وهي كانت متعصبه عليه وانها مش تحت امره ومش لعبه في ايده ومش هتعمل معاه كده تاني، فحاول يرجعها ليه بس صدته. وكانت بتفتح الباب عشان تخرج لحد ما سمعت صوت له بره كان بيدور عليها، وسال عمه من ورا الباب لو شافها، فترجته ما يفضحهاش، فهمس لها انا هفتح الباب. تخيلي هيحصل ايه لما يعرف ان انتي كنتي على سرير عمه من امبارح. ففكرت في امها وان هي لازم تتم الجوازه دي عشان مرات ابوها ما تقطعش علاجها. ولما شاف تعابيرها كده وان هي مش عارفه تدافع عن نفسها، فقال لها خلاص ما تخافيش انا ههربك بس بشرط جددي عادك معايا وسيبيه. فرفضته، فجي يفتح الباب راحت زقاه وجريت، وفتح لهم الباب ودخلوا دوروا وفتشوا بعينهم في الاوضه وكانهم متاكدين من وجودها. ايه في حاجه ضايعه منكم عندي ولا ايه؟ فلو قال له ما تفهمش غلط، انا بس دورت على خطيبتي في البيت كله ما لقيتهاش، فقلت اسالك يمكن تكون شفتها. وشان راحت على السرير وقالت له السرير متلخبط، ارتبهولك انا شاطره في التدبير المنزلي وزوجه صالحه كمان، وكانت بتلمح له يتجوزها، فوقفها وقال لها سيبي حاجتي، ولو انت عندك شغف ان انت تبقي شغاله قولي لي هجيب لك شغل، انا فعلا محتاج شغاله عندي في البيت، ولو كنت خلصتوا امشوا عشان عايز ارتاح. وهم خارجين شان شافت رجل لين باينه من ورا الستاره، فلو فتح الستاره بسرعه وطلعت جزمه يو، فغضب وقال لهم انا هخرج وهسيب لكم الاوضه فتشوا براحتكم. فاعتذروا له، بس لو شاف توكتها على السرير وخدها من غير ما حد ياخد باله. ولما مشوا كان متضايق، وبنعرف ان هي نطت من الشباك وهربت وتعورت في رجليها وكانت خايفه لحد يعرف وتخسر امها. وبعديها كانوا بيفطروا وعرفوا ان هي نامت في اوضه مختلفه بس مش اكتر، واتناقشوا على الجوازه، ويو كان قاعد هيفترسهم كلهم عشان يلغي الجوازه دي، وتحجج ان هي حتى لسه ما قالتش رايها وممكن تكون مكسوفه ولا مجبره، وكان عايز يديها فرصه تغير رايها وترجع له، فقالت له ان هي مستعده تتجوز من لو، فاتضايق وضربها في رجلها، فتوترت ووقعت الشوكه، ولو نزل يجيبها لها وشاف الجرح اللي في رجلها، فقالت له ان هي كانت في الجنينه الصبح وبتتمشى لوحدها ووقعت بس مش اكتر. فالجد قال له الاسبوع اللي جاي عيد ميلادي، لو لسه ما غيرتش رايك وفضلت ماسك فيها هتبقى الخطوبه في اليوم ده. وبالليل وعيلتها مروحين اتكلموا على موضوع الجوازه، وان شان لازم تتجوز يو وتبقى مرات العم لان ده اللي يستاهل يجروا وراه. فشان قالت لها ان هي شافته امبارح في الحمام مع واحده وانه كده عنده عشيقه، وللحظه شكت في لين بسبب تشابه الهدوم، بس رجعت وقالت لا مستحيل حد زي يو كده يعجب واحده عاجزه وخرسه زيك، واهانوها وهي كانت مستحمله عشان امها، ووقفوا في نص الطريق ورموها في الشارع، وكانت بتتألم بس مضطره تستحمل. ويو عرف من مساعده ان امها في غيبوبه بقالها 10 سنين بسبب حريق، وتبقى العشيقه عشان كده بيهنوها ومتحكمين فيها لانها وحيده وملهاش غيرهم، ومرات ابوها اجبرتها تتجوز ابن اخوها عشان الفلوس بس مش اكتر، وكانوا هيدوسوها بالصدفه ونزل لها بسرعه، فسالته هو بيعمل ايه هنا، فتعصب عليها انت اللي بتعملي ايه هنا، انت عايزه تموتي، فسابته ومشيت، فخدها بالقوه وشالها ووداها البيت عنده. فبدات تقلع الفستان، فقال لها بتعملي ايه؟ بقلع. مش ده السبب اللي انت كنت جايبني هنا عشانه؟ لا انا جايبك عشان اعالج لك الجرح بس. هو قاسي بس حنين قوي والله.
وشد رجليها عشان يعالجها، فاستغربت حنيته معاها وسألته هو عايز منها ايه بالظبط وليه مش راضي يسيبها وهو ما بيحبهاش. فقال لها انا عايزك ترفضي ابن اخويا في حفلة عيد ميلاد الجد وترجعي لي. فافتكرت كلام مرات ابوها وانها لو رفضت له امها هتموت، فرفضته. بس انا هديكي فلوس كتير. فاستفزته وقالت له ما هو كمان هيبقى جوزي وممكن يديني فلوس كتير عادي، لكن انت انا هبقى معاك تحت مسمى العشيقة بس. فغضب عليها عشان تضعف له ويسيطر على قلبها بما انها بتحبه، لكن لو اتصل عليها فخد التليفون وسمعه وهو بيعزمها على الغدا بكره، وقال لها لو مش موافقه خبطي 3 خبطات، ولو موافقه ما تعمليش حاجه خالص وانا هفهم. ولسه يو كان هيفضحها ويتكلم بصوته سكتته بسرعه، وكل ده لو كان على الخط وما لقاش اي رد فعل منها، فاعتبرها اشاره انها موافقه على الميعاد اللي بينهم. تاني يوم قال لها المساعد الشخصي بتاعي هيجيب لك العقد النهارده ولازم توقعيه، وسابها ومشي. والعقد جالها فعلا، والمساعد قال لها السيد بيقول لك لو وقعتي عليه هيعمل لك كل اللي انت عايزاه. كانت حاسه بالاهانه وان هو متملك ومش هيسيبها في حالها، فمسكت القلم وكانت هتوقع، بس في اخر لحظه مشاعرها سيطرت عليها وان هي لازم تحاربه لانه كده كده مش بيحبها وبيستغلها وعايزه تكون ملكه لعبه وخلاص، وانه غار عليها من ابن اخوه بسبب انانيته مش اكتر. وقطعت العقد وقالت له عرف مديرك اني مش لعبه عنده ومش تحت رحمته ومزاجه. فراح له وعرفه اللي حصل، فاتضايق وعرف ان هي رايحه تقابل لو دلوقتي. ولو خدها مطعم وسالها على التوكه بتاعتها، ففضلت تدور عليها في الشنطه وما لقيتهاش، فقالت له شكلي نسيتها. فقال لها استني هعمل لك سحر واطلعها لك، وطلعها لها. فانبهرت بيه وقالت له انت ازاي عملت كده؟ ده شبه بتاعتي بالظبط، اشتريتها منين؟ فقام ولبسها لها وقال لها الحقيقه ان دي اصلا بتاعتك. عارفه انا لقيتها فين؟ لقيتها في اوضه عمي. يا ترى في ايه بينك وبينه؟ فاتصدمت وقالت له كان في شغل وعقد بس خلاص خلص، ما بقاش في بينا شغل تاني والعقد انتهى. طب كويس انك عرفتيني لحسن انا كنت فاكر حاجه غير كده. المهم انا عارف ان انتي مش عايزه تتجوزيني ومش بتحبيني، وعارف انك مجبره عليا، وانا كمان عارفه ان انت مش بتحبني، بس انت ليه عايز تتجوزني؟ انا عيلتي ماتوا بدري وسابوني، وعمي قاسي قوي وليه سلطه في العيله وكمان رئاسه الشركه، وانا مستهتر وعايزه اكون اسره عشان يكون ليا شأن مهم في العيله دي وابقى احسن من عمي، ويبقى ليا اسمه كيان في الشركه وشغل مع رجال الاعمال المعروفين، ومحدش راضي يتجوزني عشان سمعتي. بس انا اتغيرت وانتي لطيفه وبريئه وحبيتك، تعالي ننسى الماضي ونبدا مع بعض. وهو كان عايزها عشان يستغلها ويفتح عمه بيها. ويو دخل عليهم بالعقد جبروت وقال لها انتي نسيتي توقعي على العقد بتاعك. فقالت له انا قلت لك مش هوقع. ولو قال له هو مش بالعافيه، هي مش عايزه تشتغل معاك تاني، بس ده شغل الابليكيشن اللي هي كانت عايزه تشتغل فيه، وكانت هتبقى صفقه مهمه قوي بالنسبه لها. فخد منه العقد ولسه هيفتحه، خافت وخدته منه على اخر لحظه وقالت له اسبقني انت وامشي وانا هاجي وراك بعد ما اتكلم مع الرئيس شويه على الشغل. فبص لعمه وقرر يسيرهم في التمثيليه الحلوه دي. فايو قال له ما تخافش انا مش هاكلها. مش خايف انت عمي، وطبعا تبقى عمها في القانون وهتخلي بالك منها. وسابهم ومشي. فنزلت تترجان هو يسيبها تمشي ويخليها تتجوز وما يفضحهاش، فما استحملش منظرها كده وتعصب عليها وهددها لو ما وقعتيش العقد ده انا هفضحك على ترابيزه الغدا بكره قدام العيله. وفضل يهددها عشان ترجع له من كتر هوسه بيها. فاستسلمت ووقعت لانه كده كده مش هيسيبها. فقال لها هديكي وقت تجهزي لي نفسك وتجيلي البيت، وخد العقد ومشي. وصاحبتها يونا الوحيده كلمتها وقالت لها ان هي رجعت للصين ووحشتها قوي وعايزه تطمن عليها، ومرات ابوها لسه بتعملها وحش ولا لا. وقالت لها انا عامله حفله النهارده لرجوعي من السفر وبعتلك دعوه على البيت هستناكي. وقفلت معاها ودخلت محل مجوهرات وعجبها عقد مميز جدا وكان احدث واخر اصدار موجود في البلد كلها، وكانت هتاخده بس جيو وقال لها للاسف انا حجزته قبلك. فوقعت في حبه من النظره الاولى وعرضت عليه فلوس اكتر من اللي دفعها عشان تاخده هي. فلا احنا مش في مزاد. طب انت مش شايف ان هو هيكون لايق عليا وهيبقى حلو؟ انا اعرف واحده هيليق عليها اكتر منك. وسابها ومشي بعد ما خد قلبها. ولين كانت بتتضرب من مرات ابوها وبنتها بسبب دعوه الحفله اللي جات لها على البيت، وقالوا لها احنا سمعنا انك رجعتي لو لوحده وكنتي قاعده مع يو، هو انت بتخططي تاخدي عمه ولا ايه؟ فعرفتهم ان بينهم شغل وبس. فقالوا لها وازاي اصلا دعوه حفله زي دي تجيلك باسمك؟ اكيد سرقاها عشان تدخلي المجتمع الراقي وتغوي الرجاله زي امك. وضربوها لحد ما صاحبتها جت وانقذتها وضربت شان ووقفت قصادهم وقالت لهم انا صاحبتها واوعى حد يجي جنبها انا اللي هقف له. فمرات ابوها قالت لها ايه الاشكال اللي انت تعرفيهم دول؟ واحده خرسه مصاحبه واحده عربجيه. وخدتها وانقذتها منهم وخرج وحكت لها اللي حصل في المحل قبل ما تيجي، وانها كان نفسها تجيب عقد مميز عشان تحضر بيه الحفله، بس واحد وسيم وغني وفتاك اشتراه وهي وقعت في حبه من صوته بس. انا كمان يا يونا يا بنتي والله وقعت في حبه من صوته بس. فلين قالت لها اكيد عنده حبيب عشان يشتري لها عقد زي ده. مش مهم انا كده كده محدش بيقوم جميلي وبجيب اي حد انا عايزاه.
طبعا انتي اجمل بنت في الدنيا، انا بس اللي مضايقني اني ما عرفتش اخد رقمه، مش عارفه اشوفه تاني ازاي. المهم سيبك مني دلوقتي، انا هعرف اتصرف، احكي لي بقى على حبيبك اللي كلمتيني عنه. فسكتت وتوترت وزعلت وقالت لها احنا ما بقيناش نتكلم، هو يستاهل حد احسن مني. ايه اللي بتقوليه ده؟ هو اللي ما يستاهلكيش اصلا، القاسي الغدار ده، سيبك منه وتعالي النهارده الحفله وهتنبسطي. وفي الوقت ده كان في المكتب ومساعده اداله دعوه لحفله يونا اللي ابوها عاملها لها احتفالا برجوعها للصين، وبنعرف ان هي من عيلة كبيرة اسمها يوان، ودي عيلة قوية وليها سلطة في البلد ولازم يروح لانهم مستثمرين في مشاريع شركته. وبالليل لين كانت بتجهز نفسها قدام المراية وهو دخل عليها وفاجئها بالعقد الغالي اللي اشتراه لها وقال لها عجبك؟ فقالت له انت طلبت مني اجي اعيش هنا ليه؟ انت عايز تحبسني ليه؟ انت تنفذي الاوامر وبس لحد ما اشوف هطلعك من العيلة دي ازاي. ويلا وريني ابتسامتك الحلوة، انك اخيرا رجعتي للمالك الاصلي. فكانت مقهورة فقرب منها وقال لها ابتسمي، فابتسمت غصب عنها. انت هتفضلي في البيت ده ومش هتخرجي غير باذني، وجهزي لي نفسك يلا عشان لما ارجع بالليل الاقي عشيقتي الجميله مستنياني. وسابها ومشي ومسكت العقد وحاولت تقاوم مشاعرها اتجاهه، وفتحت الباب وكانت هتخرج بس شافت حراس فدخلت وعرفت ان هي مش هتعرف تهرب. لكن دلوقتي معاد حفله يونا ولازم تروح، فقررت تكلم لو يجي ينقذها، وفعلا جه وخرجها وقال لها انا ما اقبلش ان خطيبتي تقعد في بيت عمي بالليل كده عشان خاطر شغل، وبعدين هو انا كل شويه الاقيكم مع بعض؟ فقالت له انا عندي شويه مشاكل مع عمك ومواضيع في الشغل بس فبنحلها مش اكتر، والحراس فهموا غلط وحبسوني. اتمنى ان المشاكل دي ما تكونش مشاكل عاطفيه. يا لئيم يا لئيم، انت جدتي عادك معاها صح؟ اصله شاطر قوي في كسب الفلوس، امشي وراه هتكسبي. صحيح انت عايزه تروحي بيت عيله يوان ليه؟ ده هيكون مليان مشاهير ورجال اعمال وزحمه وانت ما تعرفيش حد هناك. فقالت له يونا صاحبة الحفلة تبقى صاحبتي المقربة من زمان. ايه ده انت طلع ليكي اصحاب مشاهير؟ انا هاجي معاكي بصفتي خطيبك واحميكي. وخدها عشان يشتري لها فستان للحفلة وراحوا الحفلة، وكانت لابسة فستان شبه الاميرات بس كانت مكسوفة عشان مش متعودة تلبس مكشوف، فساعدها وادالها الشال بتاعه. ويونا رحبت بيها وكانت فاكرة ان لوشيا ويبقى الحسالة اللي هي كانت بتحبه لمدة سنتين، وبدأت تهزقه وتتخانق معاه على اساس ان هو الشخص ده، وهو ما كانش فاهم حاجة. وقال لها واضح ان في سوء تفاهم، وعرفها بنفسه ان هو خطيب لينو من عيلة لو المشهورة، فاعتذرت له وقالت له ان هي افتكرته حد تاني، فراح يجيب مشروب وسابهم. وفجأة جت مرات ابوها هي وبنتها، فيونا قالت لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ احنا اتعزمنا من صاحبة الحفلة بنفسها ومعانا دعوة، انتوا اللي ازاي دخلتوا هنا يا زبالة؟ وبدأوا يهينوهم، وشان وقعت المشروب على يونا، ولين اخيرا خرجت عن صمتها وضربت شان عشان تنتقم لصاحبتها. وجم الامن وانحنوا ليونا وعرفوا ان هي بنت اغنى راجل في الصين، فاتصدموا ويونا هانتهم وامرت الامن يطردوهم. وبعديها كانت بتتكلم مع لو على الصفقة اللي هتكون بين عيلتهم وعيلته، وعرفت ان هي معجبة بحد قوي وقريب هتبقى في علاقة هي كمان زيهم كده. ويو دخل الحفلة وخطف أنظار البنات كلها، ما هو فتان فلتان فتاك. ويونا اتصدمت، ده هو وجي لحد عندها كمان. فلو قالها واضح كده ان اللي كنت بتتكلمي عنه ده كان عمي. ولين اتصدمت لما يونا قالت ايوه هو ده أول حب ليا، وهو كان مصدوم هي هربت من بيته ازاي وبتعمل ايه هنا وازاي تكسر كلمته. فقال لهم ايه اللي جابكم هنا؟ فلو قال له ان لين تبقى صاحبة يونا وخطيبته فما يقدرش يسيبها لوحدها، ويونا كانت محبوسة في عالمها الخيالي، وقالت له يا ريت نبقى زيهم كده وننبسط كلنا. فلو قال لها ده كده ساعتها هتبقي مرات عمي ولين هتقولك عمتي في القانون. وفضلوا يهزروا ويضحكوا وهو كان على اخره، هو مش شايف غيرها هي وبس. ولما قابلها بره كان متعصب وخرج طاقته فيها كالعادة، العقد اللي معايا ده يديني حق ملكيتك وانتي ما ينفعش تعملي حاجه الا باذني، متملك عنيف قاسي. فقالت له ان هي وعدت صاحبتها تيجي حفلتها وما ينفعش تكسر بخاطرها، لكن تكسري بخاطر انا عادي صح، وتهربي من البيت. بيتك ده بالنسبه لي قفص، وبعدين صاحبتي معجبه بيك وبتحبك، وانا اول مره اشوفها متعلقه بحد كده، ومش هخون صاحبتي واكسر قلبها. يا ريت تشوفها كحبيبه، انتوا الاتنين مناسبين لبعض، وانا مالي ومال صاحبتك، ما البنات كلها معجبه بيا، هو كل واحده هتحبني لازم احبها؟ فقلبها اتكسر للمره المليون، كانت فاكره اتغير وممكن يحس بيها. ما تبصليش كده لحسن احس ان انتي بتحبيني، ما هي بتحبك يا مغفل يا مغفل، بتحبك حيوان قلبي. فقالت جواها ان حبها ده ميؤوس منه، وردت عليه وقالت له انا هرجع البيت بعد الحفله بشرط ما تجرحش قلب صاحبتي. فقرب منها وهمس لها صاحبتك لو عرفت ان انتي كنتي معايا في السرير امبارح ممكن تعمل ايه، وكان بيهددها عشان تخضع له. ولما رجعوا الحفله يونا عرفتهم على اخوها يون، اللي اول ما شاف لين قال لهم البنت دي كانت شغاله في حانه وسمعتها وحشه، فلو عرفوا ان هي خطيبته، وهي كانت محرجه ومقهوره ومش قادره تتكلم تدافع عن نفسها، فحاولت تعرفهم ان هي اشتغلت هناك فتره عشان علاج امها. فقال لهم بصوا كمان دي لابسه شال رجالي اكيد خدته من واحد. فلو قال له ده الشال بتاعي انا، وبرده ما سكتش وكان بيضايقها بالكلام اكتر، وهي
ترى ايه اللي مخليها لابسه شال اصلا؟ هل هي عندها عاهه ومخبيها عشان تزيف جمالها وتتجوز من عيله لو؟ فشلت الشال عشان تثبت له عكس كلامه، فالعقد بان ولفت انتباه الحضور كلهم لان هو كان مميز ومعروف ان هو اخر قطعه، ودي فضيحه هي جابته منين. ويونا شافته واتصدمت وقالت لها ان ده العقد اللي كان نفسها تشتريه، ويو اشتراه لحبيبته وشكت ان في حاجه بينهم. فيون قال لهم حلوة قوي كده، الواد وعمه متشاركين فيها كمان، وهي ما كانتش عارفة تدافع عن نفسها ومقهورة. فيو دافع عنها وتدارك الموقف وقال لهم خطيبة ابن اخويا وموظفة عندي وانا جبت العقد ده هدية خطوبتهم. فقال لهم برضه هتفضل فتاة الحانة الخرسة اللي بتجري ورا الرجالة. فيو ضربه بالساعة عشان ينتقم منه على إهانة حبيبته بالشكل ده، وما كانش همه حد، وكلهم كانوا مستغربين من دفاعه المميت عنها. وبعد ما خلص قام مشي عشان يهدي أعصابه. أسد أسد. ولو خد لين عشان يوصلها، فعرفته ان هي عايزه تتمشى لوحدها شويه قبل ما توصل للبيت، فادالها دبدوب هديه بمناسبه عيد ميلادها. فبصت له وشكرته وقالت في نفسها بجد دي اول مره حد يفتكر عيد ميلادي ويجيب لي هديه. وبعدين حطت ايديها على العقد وادركت ان يو جاب لها الاول عشان عيد ميلادها، وقررت تروح له تطمن عليه. وراحت له وكان نايم مرهق من اللي حصل ورفضها المستمر ليه مع انه بيعشقها، وكانت مبسوطه من انه جاب لها العقد المميز ده وافتكر عيد ميلادها من غير ما يقول لها. وكانت بتتامله وازاي دافع عنها وقد ايه هو قاسي، واتمنت يتغير ويقع في حبها زي ما هي وقع في حبه. وخدت ايديه وطيبت له جروحه مكان الساعه، فحس بيها وضمها عليه وعمل نفسه نايم عشان كرامته، وقال جواها خليكي تقعي في حبي من اول وجديد. ونامت من احساسها بالامان تحت ايديه. تاني يوم راحت مع يونا محل فساتين فخم، وكانت بتختار فساتين ليها عشان تلفت نظر يو وتوقعه في حبها، وطلبت منها تقربهم من بعض بما انها موظفه عنده ومن العيله. ولين كانت متوتره ومش عارفه تعمل ايه، وهو كان عنده اجتماع مهم. وفجاه وصلت له رساله من تليفونها بتقول له لما تخلص شغل ابقى تعالى مطعم الزهره، انا حابه اشوف غروب الشمس هناك معاك. فقام على طول وساب الاجتماع، حبيبته عايزاه اخيرا، وراح المكان وقعد على ترابيزه تانية وقال لها انت طلبتي اني اجي ليه، هو في حاجه؟ وكان بيتقل. فتفاجئ بيونا هي اللي كانت مستنياه، فقال لها فين لين؟ فقالت له انها هي اللي بعتت له الرساله من موبايلها. فغضب وافتكر ان هي كانت مرتبه لهم موعد سوا عشان تخلص منه وكان هيمشي. فقالت له بعد كل ده هتمشي وتسيبني؟ مش شايف اني معجبه بيك؟ شكلك فعلا ما عندكش قلب وقاسي زي ما بيتقال عليك. انا مش مصدقه ان مفيش حد في قلبك، انت اكيد بتحب واحده تانية عشان كده مش متقبل حبي. بس انا هتخطاك ومش هعمل زي صاحبتي. تخيل صاحبتي الساذجه حبت واحد قاسي زيك لمده 2 وسابته، بس هي لسه متعلقه بيه لحد دلوقتي ومش قادره تنساه. فلا يعني هي بتحبه فعلا. وسابها ومشي بسرعه، فافتكرت ان هي كده فضحتها قدام عم خطيبها، وهو نسي موبايله على الترابيزه. فخدت الموبايل وفتحته وكانت عايزه تتجسس عليه، ولقت ان في رقم موجود بيكلمه كتير، بس الرقم ده ما كانش متسجل. فحبت تعمل مكيده عشان تتعرف على سعيده الحظ اللي رفضها بسببها، وبعتت لها رساله على اساس ان هو اللي بعت، وانه مستنيها في مطعم الزهره اللي قادر يجمع بين العشاق. ولين اول ما وصلت لها الرساله فرحت ان هو اخيرا هيعترف لها بحبه، فخرجت على طول. وبعد شويه دخلت سعيده الحظ المكان واتفاجئت بيونا، ويونا اتصدمت، صاحبتها الوحيده طلعت حبيبته. وفي اللحظه دي هو اكتشف ان هو نسي الموبايل فقرر يرجع. ويونا اعترفت للين ان هي اللي بعتت الرساله، وقالت لها انا كنت مبسوطه ومتحمسه اني قدرت اجيبه لحد هنا، وكان نفسي اقرب منه واخليه يحبني، بس للاسف رفضني وجرحني لان في واحده تانية في قلبه، وكان عندي فضول اعرفها، بس ما كنتش اتوقع ان هي تطلع اعز اصحابي اللي ما قالتليش. ولين كانت زعلانه ومقهوره على جرح صاحبتها وما كانتش عارفه تواسيها ازاي، واتأسفت لها وكانت بتحاول تشرح لها كل حاجة. فيونا حست بيها وقالت لها احنا اصحاب، ليه كنت شايله كل ده في قلبك وساكته؟ وكمان انا جيت ازوده عليكي واخد حبيبك منك واجرحك، ما تزعليش مني، انا دلوقتي اطمنت عليكي، ده طلع بيحبك ومتمسك بيكي وهيقدرك كمان. فلين ردت وقالت لها يعني انتي مش مضايقه مني؟ لا طبعا، انا ما اقدرش اقف في طريق حب اعز اصحابي، احنا ملناش غير بعض، انا عايزاكي تتشجعي وتعترفي له بحبك وتعيشوا مع بعض. فقالت لها بس انا خلاص هتجوز ابن اخوه وهو كمان عمره ما هيحبني عشان انا خرصه. فشجعتها وقوتها وعرفتها قد ايه هي جميله وهو محظوظ ان هي بتحبه اصلا. وهو وصل واتفاجئ بيها فتعصب عليها وقال لها عامله نفسك وسيط وبتبيعيني لصاحبتك بالسهوله دي وانتي اصلا بتحبيني؟ وما كانش مديها فرصه تشرح له، فمسكته مره واحده من الجاكيت بتاعه وما بديهاش بقى، وكانت بتوضح له مشاعرها اللي ما قدرتش تعبر عنها طول الفتره دي. وبعديها راحوا بيته وسالته هو انت ليه ضربت يون اخو يونا في الحفله عشاني؟ فسكتها بنفس طريقتها الحنينه وكانه بيعترف لها بحبه اللي ما كانش مدركه
بسبب تملكه ليها، وقال لها هي دي إجابتي، وكان بيعوضها كل اللي عمله فيها زمان، والدبدوب اللي لو كان جايبه لها كان بيصور كل حاجة. تاني يوم كان رايح الشغل، بس جات لها رسالة من لو وطالب يقابلها على العشاء، فاتضايق وقال لها بلاش تروحي، فطمنته وقالت له ان هي لازم تروح عشان تعرفه ان هي مش مكملة في الجوازة دي، فوافق وكان فرحان اخيرا هيخلص من كل ده. وراحت قابلت لو وقالت له ان هي جت عشان تتكلم معاه في موضوع مهم، ففاجئها وعرفها ان هو عارف ان هي عايزة تلغي الخطوبة، وانه عارف كل حاجة حصلت من ورا ظهره عن علاقتها بعمه، وانهى كلامه انه بالرغم من كل ده لسه عايز يتجوزها برضه. فما عرفتش تنكر وسألته عن السبب اللي يخليه متمسك بيها كده، فقال لها انت عارفة والدي مات ازاي من 10 سنين؟ كان رايح رحلة شغل في البحر، وكان أخوه الصغير اللي هو عمي يو كان رايح عشان يودعه، لكن النار ولعت في السفينة كلها من قبل حتى ما تتحرك ومن غير أي سبب واضح، وعمي يو هو الوحيد اللي طلع عايش. فقالت له انت شاكك في عمك هو اللي قتل أبوك؟ للأسف الناس كلها كانت بتقول كده، لأن عمي الوحيد اللي طلع عايش، وإنه من بعد ما والدي مات وجدي تقاعد بقى هو المسؤول عن إدارة الشركة ورئاسة العيلة، وكأنه ملكنا كلنا. بس أكيد في سوء تفاهم، أنت فاهم غلط، بلاش تدافع عنه دلوقتي إلا لما تعرفي باقي القصة. تعرفي إنك كنتي موجودة هناك في السفينة برضو مع والدتك اللي كانت شغالة هناك ويتر؟ عارفة أنتي أنقذتي مين؟ وافتكرت إن هي شافت شاب فاقد الوعي وسط النار وكان يو، فحاولت تفوقه وأنقذته من الحريق، وبعدين للأسف اكتشفت إن هي فقدت صوتها وأحبالها الصوتية اتضررت بسبب الدخان الكتير اللي استنشقته. ده غير إن أمها دخلت في غيبوبة لأن هي اتصابت، ولحد دلوقتي مش معروف هتصحى إمتى وهتعيش ولا لأ. فقال لها اللي حصل لصوتك ولأمك ده عمي هو السبب فيه بسبب طمعه وجشعه، وإن هو كان عايز يحل مكان أبويا في كل حاجة، انتي أنقذتي وحش. فصدقته وكانت منهارة، وكان بيضغط عليها وقال لها مش كده وبس، انتي كمان وقعتي في حبه واديتي له كل حاجة، وكنتي مجرد لعبة بالنسبة له، فاتقهرت ومستحملتش وقال لها اللي حصل حصل، المهم دلوقتي اللي جاي. فقالت له طب انا المفروض اعمل ايه؟ نتعاون، ومن مصلحتك تصدقيني وهتعرفي كل حاجة قدام. وقال لها ان هو كان مستني اليوم ده من بدري عشان ينتقم، وان هي كمان لازم تنتقم لأمها، وان بكرة في عيد ميلاد الجد لازم توافق على الجوازة. وقال لها فكري في صوتك اللي راح، وفكري في امك اللي حياتها او موتها في ايدك دلوقتي، انا هتحمل تكاليف علاجها، وطبعا اهم حاجة عندها دلوقتي امها. ورجعت البيت وكانت سرحانة تعمل ايه، فلاحظ ان هي متضايقة وسألها مالك، فكانت هتسأله بس رجعت في كلامها بسرعة، فحس ان في حاجة وان ده بسبب قرار رفض الجوازة في حفلة عيد الميلاد مثلا. وقال لها ما تخافيش من حاجة، هو مش هيقدر يرفض او يعارض او يجبرك على حاجة، وما دام انا مش عايز الجوازة دي تحصل فمش هتحصل. انتي عارفة ان دي اول مرة في حياتي ابص لبكرة، انا مستني اللحظة دي بفارغ الصبر، وبعديها هننسى كل اللي حصل زمان ونبدأ سوا. بس هي كان ليها رأي تاني يوم حفلة عيد ميلاد الجد، رحب بالحضور وشكرهم على وجودهم، واتكلم عن شطارة ابنه يو وكفاءته في الشغل، وان هو عايزه يتجوز بقى ويجيب له احفاد، وبدأ يعلن عن خطوبة حفيده من عيلة لينمن. ويو كان بيحاول يتمالك أعصابه وكاتم شعور غضبه بالعافية، واتضايق إن هي قامت على طول. ولو طلب منها الجواز وقلبها كان في صراع ترفضه ولا تقبل عشان أمها، فقال لها أنا بحبك ومش بكرهك، بس أنا بكره الشخص اللي خلاكي خرصة. وبص على يو كأنه بيوجه له الكلام، وهو كان مصدوم ومش فاهم، وقال لها لو انتي موافقة حركي راسك. فيو مسك ايديها، اخيرا هيبقوا مع بعض، بس هي سابت ايده ولبست الخاتم، وهو اتصدم ومقدرش يسيطر على نفسه فشدها، والكل استغرب وهو بيعمل ايه. وفجأة لو شغل فيديو حميمي ليهم على السرير، وكانت فضيحة، وهي اتصدمت وافتكرت ان يو هو اللي عمل كده عشان يبوظ الجوازة ويفضحها لما تغدر بيه. وسألته لو كان هو السبب، فقال لها مستحيل اعمل معاكي كده. والجد غضب وحصلت فوضى في المكان، فتعصب وكسر الشاشة وقال لها الخاتم ورماه، وقال انا بحبها من قبل ما لو يعرفها اصلا، وهتجوزها ومحدش هيمنعني. وقال لي لو هتتعاقب على اللي انت عملته ده، وطلب من الامن يمشوا الناس كلها وما تبقاش غيره هي وهو بس. وحاول يطمنها وقال لها انا عندي مليون طريقة اقدر الغي بيها الجوازة دي، بس عمري ما اعمل كده معاكي، مش انا اللي عملت كده وهثبت لك ده، صدقيني. وكان خايف يخسرها، بس هي ما صدقتهوش وقالت له ان هو قاتل اصلا وممكن يعمل اكتر من كده. فاستغرب كلامها وسألها ليه بتقول كده، فعرفته اللي لو قالوا عليه، وانه قتل اخوه زمان، وبسبب اللي عمله امها في المستشفى وهي احبالها الصوتية راحت، وكل ده كان هو السبب فيه. فاتصدم وقال لها انتي البنت اللي انقذت حياتي. فقالت له ان هي ندمت، وان ده مش هيغير ان هو اناني ومجرم، وهي دلوقتي ندمانه لانها حبت عدوها، فما كانش قادر يدافع عن نفسه لان هي مش مدياله فرصه يتكلم. فترجاها ما تبعدش عنه وهو هيثبت لها براءته، لان هو كمان كان ضحيه في اليوم ده، بس هي كانت منهاره ورافضه حتى تسمع صوته. وقالت له ان هي بتكرهه ومش عايزه تشوفه، وسابته ومشيت.
فوقفها ومسك السكينة وقال لها كرهتيني خلاص، طب يلا اقتليني عشان أنا مش هقدر أعيش من غيرك. وما قدرتش تعمل حاجة وانهارت على الأرض وقالت له سيبني أمشي، أنا تعبت من الذل والإهانة، أرجوك ارحمني وسيبني. بس هو ما كانش مستوعب إن هي بتكرهه للدرجة دي، وفضل يترجاها تديله فرصة، فقالت له إن هي تعبت ولازم ينسوا بعض. فوافق على رغبتها وقلبه مكسور لأنه مش عايز يجبرها على أي حاجة تاني. وراح للو وقال له أنا عارف إن أنت اللي ورا الفيديو ده وعايز تأذيني وتاخد الشركة وتنتقم لموت أبوك، بس أنا وعدت أخويا إني هخلي بالي منك. فتعصب عليه أكتر وقال له بلاش تمثل الطيبة، أنت بتعمل كل ده بسببها. فقال له هي ملهاش علاقة بحاجة. لا ليها علاقة، انت عامل زي الوحش، ملكش مشاعر ولا قلب ولا نقطة ضعف، وانا ما كنتش عارف انتقم منك ازاي، بس دلوقتي عرفت نقطة ضعفك، هي نقطة ضعفك اللي هدمرك بيها. فتجاهل كلامه وقال له انا كمان كنت ضحية في اليوم ده، انا ما قتلتش ابوك ولحد دلوقتي بدور على الجاني الحقيقي، لازم تفوق، انت ماشي في السكة الغلط. ولو كان على اخره، ازاي ده كان عايش طول عمره على امل ان هو ينتقم لموت ابوه. وبتمر الايام ومساعده عرف ان هو جاله دعوة الحفلة للمشاركة في معرض مجوهرات الخاص بصانع المجوهرات جيانج وجياو بنته، وبنعرف ان هما من العائلات الكبيرة الراقية اللي وجودهم في الاستثمارات بتاعته هيعمل توسع كبير للشركة. واتعمل المعرض وشان كانت هناك عشان تلاقي عريس غني، وكدبت وحكت لصاحبتها ان هي رفضت الجواز من يو لان هو شخص مدمن شغل وبارد وقاسي وملوش في الستات وده مرهق قوي. ولين دخلت عليهم وكانت شغاله ويتر عشان تقدر تكمل مصاريف علاج امها، ووقعت المشروب على فستان صاحبتها بالغلط، فهزقوها وهنوها وهي ما كانتش قادره ترد كرامتها وحاولت تدافع عن نفسها، فشتموها لان هي خرسه. وهو جه وكانت معاه جياو بنت صاحب المعرض ودافع عنها وهزقهم كلهم ومسح بكرامتهم الارض عشان زعلوها، وقلبها دقله كالعادة، بس حاولت تتمالك نفسها، بقالها كتير ما شافتوش. فجياو قالت له شفت خاتم الحب المميز اللي بابا صممه ده؟ استوحى فكرته من ماما. الخاتم ده بيرمز للحب الأبدي وقيمته عالية جدا وما بيتباعش غير للشخص اللي بيحب بجد. هو انت عندك شخص بتحبه؟ فبص لين وقال لها ما تضيعيش وقتك معايا عشان انا بحب حد ومستحيل انساه. وجيانج صاحب المعرض بدأ في عرض المجوهرات قطعة قطعة وهم كانوا منبهرين بجمال وروعة التصميمات. وجي دور عرض خاتم الحب مع لين، ولما فتح العلبة اتصدم، الخاتم اختفى والناس اتصدمت، وشان اتهمتها ان هي اللي سرقته عشان هي فقيرة ومحرومة، فاتقهرت من كلامها وما كانتش عارفة تدافع عن نفسها. فيو اتخانق معاهم وقال لهم انتوا مين اللي اداكم الحق عشان تتهموها اصلا؟ ولا الحرامي الحقيقي حب يلبسها التهمة عشان يخرج هو منها، وكان عارف ان شان هي اللي ورا كل ده وكان بيوجه لها الكلام. ولين عشان تثبت براءتها عرفتهم ان هي مستعدة تتفتش وتطلع كل اللي في جيوبها، لكن للأسف الخاتم وقع من هدومها، صدمة وفضيحة. طيب الخاتم وصل لهنا ازاي؟ فحاولت تدافع عن نفسها وكانت مقهورة، فشان قررت تكمل عليها عشان تهينها اكتر وتفش غلها منها. وهو تدارك الموقف وعرف ان محدش هيصدقها، فقال لهم انا اللي خدت الخاتم، انا بعد ما عرفت قصته وان هو معناه الحب الابدي ولازم نديه لحد بنحبه وقررت اديه للشخص اللي انا بحبه، بس من قبل ما اي حد تاني يشوفه وياخده، وكنت عايزه اعملها مفاجأة. فحطيته لها في هدومها وكنت هشتريه من صديقي جيانج، لكن ما كنتش متوقع ابدا ان ممكن ده يحصل. انا اسف يا حبيبتي ان عملت لك المشاكل دي كلها. وطلعها زي الشعره من العجينه ونزل على ركبته وطلب منها الجواز عشان يكمل التمثيليه، وكان بيتمنى توافق عليه من قلبها بجد، وهي ما كانتش عارفه تعمل ايه، فلبسها الخاتم بالعافيه. نو تفاهم واستغل الوضع وقرب منها عشان يثبت لها حب ويعوضها اللي راح. وشان طلعت وراهم وكانت مقهوره وقالت له ان الحوار اللي الفه ده مش حقيقه، وان لين حراميه وسرقت الخاتم وما ينفعش يداري على واحده زيها. فقال لها تحبي اراجع الكاميرات واعرف الكل ان انت اللي خدتي الخاتم وحطيته لها؟ فترعبت منه، فقال لها انا ما دريتش عليكي عشان احميكي، انا عملت كده عشان اتقدم لها بجد واعترف لها بحبي. بس لين سابته فخرج وراها ووقفها، فقالت له ان هي مش هتستسلم له تاني ومش هتسمح له يستغلها، وشكرته على اللي عمله وقالت له ان هي مش عايزه تشوف وشه ومش هتقدر تتحمل الحب ده، وقلعت الخاتم ورميته في وشه وسابته ومشيت. هتنقط لي الواد. وبالليل رجعت تدور على الخاتم لوحدها عشان ما يعرفش ان هي لسه بتحبه ومش قادره تتخطاه. وفجاه عرفت ان امها فاقت من الغيبوبه ففرحت وجريت، ولما مشيت كان هو جه عشان يدور على الخاتم. شفتات دي يا فندم؟ وهي اول ما شافت امها جريت عليها وانهارت، اخيرا صحيت، اخيرا هتبقى معاها. وحكت لها على يوم الحادثة لما كانت خادمة ليهم في السفينة وسمعت بالصدفة الحراس وهم بيقولوا ان السيد الكبير قتل مراته من فترة لما عرف ان هي خانته وان ابنه طلع مش ابنه الحقيقي، فقرر يقتله وينتقم لنفسه، وان هم عايزين ينفذوا الاوامر ويمشوا من سكات. وهي كانت سامعه كل حاجه ومصدومه، ولما جت تخرج الحريق كان اسرع منها وولع في السفينه كلها، وقالت لها ان اللي خطط وعمل كل ده هو الاب، وان هي مش فاكره اي حاجه تاني للاسف.
فلين اتصدمت وعرفت ان هي ظلمته وان هو كان هيموت في الحادثة زي اخوه، بس قدروا ان هي تنقذه وجريت عشان تلحقه وتعرفه. وهو كان بيحلم بكابوس وصحي على صوت الباب واتصدم لما لقاها هي، فدخلها وقال لها انا مش عارف انت جيتي ليه، بس انا عمري ما هفرض عليكي حاجة انت مش حباها، انا كنت غلطان واتغيرت وده مش هيحصل تاني. فورت له الدبدوب اللي جابه لها له وطلعت منه كاميرا وقالت له ان هو طلع السبب في الفيديو اللي انتشر، وان هي ظلمته لما شكت فيه واتهمته ظلم، وعاتبته انه ليه دايما بيتحمل غلطات ما عملهاش وبيرضى يتظلم ويسكت، وعرفته ان هي عرفت حقيقة الحريق من امها وكانت منهارة لانها ضيعت وقت كتير. فقال لها تعالي اهدي، وخدها في حضنه عشان يطمنها وقال لها دي غلطتي انا اللي معرفتش احميكي من البدايه، لما كنتي في حضني ومعايا ضيعتك مني وقسيت عليكي وعاملتك بانانيه وتملك، وكنت طول الوقت بحبك وانا مش فاهم مشاعري. تعالي ننسى كل اللي فات ونبدا من جديد. وابتسمت وحضنته واخيرا هيبقوا مع بعض من غير مشاكل وزعل. تاني يوم الجد كان عامل اجتماع في الشركه لكل المستثمرين، وهو جه عشان يعلن جوازه منها وياخد بركته، فتعصب عليه وهنها وانه ازاي ياخد واحده خرصه، فقال له ما انت كنت هتجوزها لحفيدك ولا هو مش حفيدك. فتعصب واتخانق معاه ان هو ازاي يكلمه بالاسلوب ده، وحاول يقلب الترابيزه عليه لانه اتاكد ان هو كشف سره، وقال له هو انت ليك عين تقف قصادي كده وانت اللي كنت السبب في اللي حصل لاخوك؟ فلين دفعت عنه وقالت له انت القاتل، وطلعت التسجيل اللي كانت مسجلاه لامها في المستشفى لما كانت بتحكي كل حاجه بالتفصيل. فلو اتصدم ان جده هو اللي موت ابوه عشان ما طلعش ابنه، وكده هو مش حفيده الحقيقي. والجد تعب وجات له ازمه قلبيه لانه اتفضح خلاص، ويو امرهم ياخدوه على المستشفى. ولو جات له صدمه نفسيه وما بقاش عارف يعمل ايه، كانت رحله انتقام في الارض وما طلعش حفيد شرعي، وفجاه لقى نفسه خسر كل حاجه ومسك قلم وخلص على نفسه. وبعديها قدم لها مجوهرات هديه اعتذار على كل اللي فات، وطلب منها الجواز ووافقت، وقالت له ان هي متضايقه عشان كان نفسها في خاتم الحب الابدي يبقى معاها، ففاجئها واداهولها وقال لها انا لقيته في الجنينه بصعوبه بعد ما رميتيه في وشي الصبح. فضحكت وقالت له ان هي برضه راحت تدور عليه في نص الليل زيه فوله واتقسمت نصين. وبتمر الايام وراحوا مستشفى، والدكتور قال لهم ان عمليه اصلاح الاحبال الصوتيه هتكلفهم كتير وكمان الامل فيها ضعيف عشان هم اتاخروا. فقال له مش مهم التكلفه، المهم اقدر اساعد مراتي اللي ضحت عشاني وانقذتني. واتفقوا على ميعاد العمليه. وبعديها بفتره كان في مكتبه ومركز في شغله، ودخلت عليه واحده وندهت اسمه بطريقه رومانسيه، فتفاجئ دي عملت العمليه من وراه عشان تفاجئه، وقالت له ممكن نتكلم معاك شويه. ففرح اخيرا هيسمع صوتها وهيعيش معاها طول العمر. وبنعرف ان اللي بيحب بجد بيعمل المستحيل عشان يقدر يحتفظ بحبيبه، وبيتحدى الظروف بكل انواعها عشان رضاها بس. وكل شويه لازم نفكر نفسنا ان احنا بنبني مش بنهد. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا. كانت معاكم سيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. ودي قناتنا لملخصات افلام ومسلسلات الانمي، قناة شيلا تشان، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ودي قناة ملخصات نور لملخصات الافلام والمسلسلات الاسيوية الرومانسية والحصرية، وحط لكم روابط القنوات في الديسكريبشن. اشوفكم بكرة.